البلد مرة أخرى. موقعنا أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة ان مجلس الإدارة ينتظر موقف النادي الأهلي حول إشهار أحمد عبد الظاهر إشارة رابعة عقب إحرازه الهدف الثاني بمرمى أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال عبد الفتاح الجبلية هتناقش الأمر وفقا لتقرير حكم اللقاء وبعد اتخاذ الأهلي العقوبة اللازمة تجاه اللاعب فضلا عن حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف طبعا الأمر وفقا للوائحه وقوانينه التي لا تجيز إقحام السياسة في الرياضة، لافتا إلى أن الأخير هو الأقدر باتخاذ العقوبة ألا وهو طبعا الكاف. طب افرضي واحد بقى رفع الفانيلا بقى كده وكان لابس السيسي او كاتب تمرد او اي حاجه، كانوا هيعملوا فيه ايه؟ شايف ان الموضوع برضو تافه، يعني هو عكر صفونا واحنا مبسوطين مع الاهلي ان هو يتكلم في السياسه في الرياضه وهو في ماتش، لكن بتعليم يعني بحالته حاله احمد عبد الظاهر لا هو يعني سوبر اديوكيتد ولا هو من الناس التعليم فائق الجوده ولا هو مثقف من المثقفين، هو واحد رياضي جاب جون وبسط الاهلاويه، يا كان يكتفي بهذا القدر وخلاص. لكن الدخول في السياسه رايك فيه ايه؟ لا طبعا هو طبعا كان دور لابد انه اداره النادي كانت توجه، وطبعا هو اعتقد انه هم ركزوا على ابو تريكه ونسيوا احمد عبد الظاهر، لان ابو تريكه فعلا ما عملش اي حاجه لا المره دي ولا قبل كده، حتى في الجون اللي جابه فعلا ما عملش هذا الامر، وده امر يحترم لانه زي ما انت قلتي انت المفروض انت نجم محبوب ما تدخلش هذا الامر، لانك انت زي ما خلقت ليك ناس بتأيدك عدد المؤيدين للاخوان، لكن اللي مش مؤيدين للاخوان دلوقتي واخدين منك موقف، صحيح انت الخسران. طيب يعني مش عايزين السياسة تدخل في الكورة ولو ان الموضوع من اوله لاخره يعني موضوع تافه يعني.